السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الدرس الخامس وآخر درس في كورس إزاي تبني خطة في الشطرنج، وهو البدء المعزول. لو في حاجة واحدة بس هتتعلمها النهاردة خليها الدرس ده. ليه؟ لأن الدرس ده قوي جدا ومليان تكتيك ومليان خطط، وعايز أقول لك في معلومات جديدة عمرك ما سمعتها في أي حتة، يعني هتستفاد. وإن شاء الله لو كملت الفيديو للآخر أنت مش محتاج تشوف أي كورس أو أي كتاب عن البدء المعزول، لأن حرفيا الفيديو ده هيخليك عالمي، هيخليك في حتة تانية خالص. طيب، يعني ايه البدء المعزول؟ بص من اسمه كده بدء معزول، يعني بدء لوحده، يعني بدء مفيش اي دعم. بص كده على المثال اللي قدامك ده، زي ما انت شايف دلوقتي البدء اللي هو في عمود الدي مفيش اي بيادق جانبيه، سواء على عمود الاي او على عمود السي. مفيش بيادق جانبيه نفس لونه، يعني مفيش اي بيادق جانبيه بتحمي البدء ده، فهنا بنسميه البدء المعزول. هتسألني سؤال حلو، هتقول لي ده الشكل الوحيد اللي بيكون فيه البدء المعزول؟ لا، ده مش الشكل الوحيد، ممكن يكون في نهاية الدور عادي. بص كده على الموقف اللي جاي ده، زي ما انت شايف كده ده بدء معزول على عمود الاف. طب انت عرفت منين ان هو بدء معزول؟ لان مفيش بيادق جانبيه سواء على عمود الجي او على عمود الاي. بص كده كمان البدأ ده اللي هو بدأ الدي برضو ده بدأ معزول. طب عرفت منين؟ لأن مفيش بيادق جانبية سواء على عمود الإي أو على عمود السي، يعني مفيش أي بيادق جانبية بتدافع عن البدأ ده. طيب، بدأ المعزول بيخرج من افتتاحيات كتيرة جدا، زي دفاع كاروكان. يعني مثلا أنا واحد من الناس بلعب دفاع كاروكان، فالبدأ المعزول ده بيقابلني مثلا بنسبة قول 50% من ماتشاتي. ده دفاع كاروكان. في كمان دفاعات تانية زي مثلا دفاع الفرنسي او دفاع طرش او كوينز جامبت. في افتتاحيات كتيره جدا ممكن تدخلك في شكل البدء المعزول، فانت مهما لعبت افتتاحيات كده كده ممكن بنسبه كبيره جدا يقابلك البدء المعزول، فانت مهم جدا تعرف ازاي تتعامل معاه. طيب، هتقولي جميل جدا انا فهمت، طب ايه الخطه بتاعت البدء ده؟ ركز معايا وقت قهوتك، لان الدرس ده تقيل جدا وعايز واحد مصحصح. اللي احنا هناخده النهارده هو البدء المعزول في الوسط، وده اسمه بدأ الوزير المعزول، اللي هو البدأ اللي بيكون على نفس عمود الوزير اللي هو عمود الدي، او الاي كيو بي اللي هو ايزوليتد كوين بون. عشان لو سمعت اي جراند ماستر او اي حد بيشرح وبيقول لك الاي كيو بي، تعرف على طول ان هو بيتكلم عن بدأ المعزول، وده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. هتقول لي معلش انت عمال تقول البدأ المعزول البدأ المعزول، هو ايه اللي بيميز البدأ المعزول؟ هقول لك واحده واحده. اول حاجه اللي بيميز البدأ المعزول ان هو البدأ ده بيسيطر على مربع الاي 5 والسي 5. يعني انا ممكن يا اما اسيطر عليه بالقطع بتاعتي او امنع قطع خصمي ان هو يجي في المربعين دول. هتقول لك تمام، كلام جميل، وكمان عندي عمود نص مفتوح او عمود مفتوح، يعني انا عندي عمود مفتوح على الاي وعندي عمود مفتوح على السي، وهنعرف نستغله ازاي كمان شويه. تمام، يبقى انت كده عندك محتل مربعين وعندك عمود مفتوح او عمود نص مفتوح. طيب وكمان وبيكون عندك مساحة. طب معلش المساحة دي هتستغلها في ايه؟ في نشاط قطعك. يعني انت مثلا ممكن تيجي بحصانك مثلا في الاي 5، او زي ما انت شايف كده الفيل اللي ضارب النقطة الضعيفة اللي هي في الاتش 7. يبقى البدء المعزول مميزاته اللي انت بتسيطر على مربعين الاي 5 والسي 5، بالاضافة لنشاط قطعك، بالاضافة لعواميد سواء مفتوحة او نص مفتوحة. الخطة بتاعتك اما تيجي تلعب ضد البدء المعزول، يعني خصمك هو اللي معاه البدء المعزول، الخطة اللي انت المفروض تعملها عشان تكسب. اول حاجة ان انت بتبسط الموقف. يعني ايه تبسط الموقف؟ يعني انت بتكسر القطع خفيفة بحيث ان انت توصل لنهاية الدور ما عندوش قطع كافية انها تدافع عن البلا ده، فانت بكل بساطة بتبسط الموقف. يعني ايه؟ بص كده على الموقف اللي قدامك ده. دلوقتي الاسود هنا عنده حصان في حصان، ممكن انا الابيض ياكل بيضة في بيضة، فانا بكمل فيل في فيل، اكل بالبيضة، وبعد كده باجي بالوزير بوقف البيضة، وبكل بساطة بجيب الرخ واضغط على البيضة، وخلاص مسألة وقت والبيضة ده خلاص انا كسبته، فبالتالي معاك بيضة زيادة عن انت ايه بتكسب الدور. يبقى اول حاجة ان انت تبسط الموقف ان انت بتكسر القطع الخفيفة عشان يتبقى في الاخر ان الابيض ما عندوش قطع كافية ان هي تدافع عن البيضة ايه، عن البيضة المعزول. ده كده الخطة الاولى. طيب، الخطة التانية اللي انت بتحط قطعة قدام
البدأ المعزول زي ما انت شايف كده في الشكل اللي قدامك ده. دلوقتي زي ما انت شايف انا حطيت الوزير قدام البدأ المعزول ان هو البدأ ده ممنوع يتحرك. فاكر انت في الدرس اللي فات ساعة ما قلت لك اما تيجي تصطاد حاجة مثلا، ايه الاسهل بالنسبة لك؟ الهدف الثابت ولا الهدف المتحرك؟ هتقولي الهدف الثابت. فعشان كده انا ثبت البدأ ده ممنوع يتحرك. مش بس كده، ده كمان القطعة اللي واقفة قدام البدأ ده قطعة قوية أو مربع قوي. ليه؟ لأن مفيش أي بيادق جانبية هتتزق على الوزير إن هو يمشيه، يعني مفيش مثلا سواء بيد على السي أو بيد مثلا على الإي إن هو بيتزق على الوزير ويمشي، لا الوزير هيفضل هنا لحد آخر الدور. يبقى الخطة الأولى اللي أنت تبسط الموقف. الخطة التانية اللي أنت بتعمل بلوك أو بتحط قطعة قدام البيدق. طيب الخطة التالتة إن أنت بتهاجم البيدق مباشر. يعني ايه بتهاجم البدأ مباشر؟ يعني مثلا دلوقتي البدأ ده اهو في الدي 5 على طول هات البدأ مباشر. العب مثلا روك في الدي 1، بكل بساطة روك في الدي 8. هات البدأ مباشر. يلعب مثلا كوين دي 3 مفيش بيادق، بكل بساطة بيلعب سي 5. لو انت اكلت بدأ في بدأ فبكل بساطة بتخسر وزيرك. يعني مثلا بدأ في بدأ فباخد وزير في وزير، تاخد بالرخ انت خسرت قطعة كاملة، خلاص الدور انتهى. اما ارجع، فانت هنا ما ينفعش، لازم هنا تفتح الملك. فانا بكل بساطه باكل بيضه في بيضه، وهنا الاسود بيكسب وبقيت معايا بيضه زياده اللي هو البيضه المعزول اللي انا كسبته. طيب كل اللي فات ممكن تكون سمعته قبل كده، بس الخطه دي بتاعت المحترفين ومش هتكون سمعتها في حته قبل كده. اما تيجي تلعب ضد البيضه المعزول لازم تتخلص من فيلو الابيض، لان الفيل الابيض ده اخطر قطعه عنده، لان هي بتهاجم على طول النقطه الضعيفه اللي عندك فين؟ في الاتش 7. فانت بكل بساطه احسن نقله هنا عند الاسود ان هو يجي بالحصان. لو سمحت هات وزيرك وهات فيلك، فهو يمشي بوزيره على طول تقوم اكل الفيل الابيض. الفيل الابيض ده ما ينفعش يعيش، فهو ياكل بالوزير. عشان كده وده اللي احنا هنتكلم عليه كمان شويه اما نيجي نلعب مع البدل المعزول، لازم هنا كان الابيض يلعب اتش 3، لازم الفيل الابيض ده ما يتكسرش. يبقى اول حاجه كده اللي انت بتكسر الفيل الابيض بتاعه، ان هو انت تيجي بالحصان هات فيلك ووزيرك يمشي بالوزير، لازم تاخد فيل الابيض. تمام. ايه كمان؟ حصانك اللي في الاف 6 ده اوعى تفرط فيه. ليه بقى؟ لان حصانك ده بيعمل بلوك قدام البدأ المعزول، لو انت خسرته ساعتها ممكن يتخلص من البدأ المعزول ده ان هو يدفعه مثلا. يعني مثلا لو لعبت حاجه زي مثلا اي 6 هو زي الصاروخ، هلعب لك الفيل هنا، هات الحصان بتاعك، لو زقيت بتاكل فيه في حصان، باكل بالوزير، يقوم ده زي على البدأ خلاص اتخلص من البدأ المعزول بتاعه. ارجع. فعشان كده لازم تحافظ على حصانك هنا، يا اما تلعب حصانك هنا على طول مباشر او تلعب اتش 6. ممنوع حضرتك تيجي تربطني. يبقى اول حاجه تتخلص من فيل خصمك الابيض لان ده اقوى قطعه عنده. رقم اتنين حصانك اللي في الاف 6 ده ممنوع ان انت تخسره، سواء يكسره بحصان او بفيل ممنوع، لان ده بيدافع عن ملكك وفي نفس الوقت ده بيدافع عن المربع الدي 5، او دي قطعه لا تقف على مربع الدي 5. تعال نشوف كده ماتش ما بين كاربوف وسباسكي، مثال عملي تشوف كاربوف لعب ازاي ضد بدل معزول، عشان تعرف ازاي قدر ينفذ الخطه صح ويكسب الماتش في النهايه. كاربوف بيلعب بالابيض وسباسكي بيلعب بالاسود. دلوقتي زي ما انت شايف ان كل قطع كاربوف ضغط على البدء المعزول، وهنا سباسكي بيدافع بكل قطعه على البدء المعزول. فجت فكره حلوه قوي كاربوف ولعب هنا اف 5 عايز الفيل. النقله الوحيده ان هو يرجع بالفيل. وبعد كده كاربوف جات له فكره جميله جدا ان هو يزود ضغط على البدء المعزول ولعب اي 4. نقله جامده جدا. ايه فكره اي 4؟ لو انت اكلت دلوقتي فهتخسر رخ. يعني انت لو اكلت بدأ في بدأ دي طبعا بلندر، لان بتاكل رخ، رخ في رخ، رخ في رخ، وانا الاسود خسر قطعه كامله. فارجع بعد زقة البدأ
هنا سباسكي كمل كينج جي 7، ما عندوش حاجه يعملها، بدأ في بدأ عايز الوزير، وهنا كمل بكوين سي 7. هنا كاربوف لعب روك اي 2، وهنا سباسكي لعب بي 5. وللاسف النقله دي بلندر، لان زي الصاروخ كاربوف اخد رخ في فيل، نقله جامده قوي. اخد رخ في رخ، زق فورك قطعه من الاتنين، عايز الوزير وفي نفس الوقت عايز الرخ. فبكل بساطه سباسكي لعب كوين في سي 4، على اساس لو انت اخدت الرخ بتاعك اخد كمان رخك. يعني انت لو دلوقتي اخدت الرخ، طبعا دي غلط، لان بكل بساطه الاسود هنا بياخد الرخ، وهنا الاسود معاه فرق، وبالتالي الاسود بيكسب. فارجع. فهنا بكل بساطه الاول لعب نقله جامده قوي، لعب ب 3 قتل الوزير، وفي نفس الوقت بيبعد عن تهديد الرخ. فانت لو اكلت دلوقتي، فانا بكل بساطه باخد وزير في وزير، بتاكل بالفيل، وبعدين باخد بيدا في بيدا، عايز الرخ وعايز ارقي، وعايز كمان فيل في بيدا بكش واخد الفيل، وبالتالي سباسكي سلم. بعد ما عرفنا الخطط انك ازاي تلعب ضد البيضة المعزول، وشوفنا كمان ماتش من العالم كاربوف، تعال بقى نشوف العكس. لو احنا اللي معانا البيضة المعزول، احنا المفروض نعمل ايه؟ اما تيجي تلعب مع البيضة المعزول، عندك خطتين ملهمش تالت. الخطة الأولى إنك أصلا تتخلص من البيضة المعزول، عارف كده كأنك ماسك مثلا حجر، وتقوم كده إيه، راميه في وش خصمك على طول. طب إيه السبب؟ لأن لو قدر الأسود يبسط الموقف، ممكن نضغط على البدء المعزول ويكسبه في النهاية. عشان كده بنخلص منه أو بتخلص منه إيه؟ بسرعة بسرعة. يعني بص كده في المثال اللي قدامك ده، دلوقتي هنا اللاعب على الأبيض، الأبيض هو اللي عنده البدء المعزول دلوقتي. فأنا بكل بساطة تقوم لاعب دي 5 على طول، تخلص من بدء، بص طوب على طول، تقوم راميها كده. هتقول لي طب هو ما ياكل بدء في بدء، أنت هتاكل بالحصان، هو ياكل بالوزير، أنت كده خسرت بيدق، البيدق المهزوز بتاعك خسرته. لا، هنا بيقع في تكتيك بسيط بكل بساطة، في بيدق بكش ياكل بالملك، وفي النهاية بتاخد وزيره. يبقى الخطة الأولى اللي أنت بتتخلص من بدء المعزول، يعني بتزق البيدق من الآخر، إن أنت إيه لما تيجي تلعب مع البيدق المعزول، تقوم على طول تقوم زق البيدق على طول، تتخلص منه على طول. تمام، ده كده الخطة الأولى. طيب الخطة التانية الهجوم، إنك تهاجم. بس أنا بقى في الهجوم عايزك تركز معايا شوية، لان ده بيعتمد على كذا خطوه. فهات قهوتك كده وفوق معايا، وانزل اعمل لايك، وانزل اشترك في القناه. تعالى بقى دلوقتي نشوف، اما يكون معاك البدء المعزول، ازاي تهاجم صح وتهاجم بشكل سليم. طيب دلوقتي زي ما انت شايف احنا وصلنا للشكل المثالي للبدء المعزول، وهنا الاسود عامل بلوك على البدء، وهنا الدور ايه جميل جدا ومفيهوش مشاكل عند الاسود. طيب هنا بقى الابيض هيبتدي يفكر ازاي. اول حاجه يبتدي يطلع قطع للهجوم، بس يطلع قطع الهجوم بشكل مثالي، ونفس النمط اللي هقوله لك ده دلوقتي. اول ان الابيض بيلعب هنا روك اي 1، يبقى كده مبدئيا اللي انت بتجيب رخك على عمود الاي او على عمود السي على حسب الشكل، بس احنا هنا جبنا الرخ على عمود الاي، على عمود نص مفتوح اللي هو العمود اللي جنب ايه، اللي جنب البدل المعزول. تمام، وهقول لك ليه دلوقتي. هنا بكل بساطه حسام بيلعب يرجع في الاف 6، زي ما انت عارف وزي ما احنا اتكلمنا في اول الدرس، الحصان اللي في الاف 6 ده بيدافع عن الملك. تمام، وده اللي بيعمل بلوك على البدء المعزول. فانت على طول لازم تتخلص من الحصان ده. فانت هنا بكل بساطه بتطلع بالفيل، لو سمحت انا عايز الحصان. خلي بالك ده ماتش، يعني ماتش عملي اللي احنا بنشوفه ده ماتش. هتشوف هنا الابيض عامل كل الافكار الهجوم، يعني بص ماتش تعليمي من الالف للياء. هنا بكل بساطه الاسود لعب نايت في البي 4، عايز الفيل الابيض. الفيل الابيض ده اقوى قطعه عندك، لان هي ماسكه الوتر الابيض كله، انت الوحيد اللي ماسك مربعات البيضه كلها، فما ينفعش تخسر فيلك الابيض. فانا بكل بساطه اللاعب الابيض كمل بيشوب في البي 1، ممنوع الفيل ده يتكسر. تمام لحد دلوقتي الدنيا سهله. بكل بساطه الاسود لعب ب 6، عايز يطلع فيله عشان يشارك
الابيض في المربعات البيضاء، وفي نفس الوقت يمنع تقدم البيضة المعزول. هنا الابيض لعب نقله جميله قوي، نايت اي 5. طيب ركز معايا هنا شويه، انا عايزك تحفظ النمط ده، ان هو فيلك ده تحافظ عليه، رخك على العمود النص مفتوح، حصانك في الاي 5، وفيلك مهدد الحصان هو ياكل في اي وقت من الاوقات. يبقى النمط البدء المعزول ده انا عايزه زي اسمك بالظبط. اما تيجي تلعب مع البدء المعزول لازم تحقق الشكل اللي قدامك ده او تحقق النمط اللي قدامك ده. فهنا نايت اي 5 نقله جميله جدا جدا، لان ايه؟ مهاجمه المعسكر بتاع الاسود. تمام تمام. هنا كمل بيشوب في البي 7، وهنا بقى يجي تكنيك جميل جدا جدا جدا، حاجه اسمها روك ليفت. يعني ايه روك ليفت؟ يعني بكل بساطه اللي انت بتشيل رخك وتحطه في مكان مش معتاد، سواء في الصف الثالث او الصف الرابع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي هنا اللاعب على الابيض هنا بكل بساطه بيلعب روك اس 3. ايه الفكره من روك اس 3؟ ان هو هيعدله الناحيه التانيه عشان يعمل هجوم على جناح الملك، وفي اوقات تانيه برضه ممكن يعمل هجوم على جناح الوزير عادي. فهو بيكون هنا روك مرن، اللي انت بتستغله، اللي انت بتطلعه سواء الصف الثالث او الصف الرابع، ان هو يعمل هجوم على جناح الملك. تمام. فهنا الاسود لعب جي 6، بيتقي شر الفيل الابيض، وفي نفس الوقت شايف ان الابيض هنا عنده هجوم قوي، فهو بيلعب جي 6 على اساس ان هو يدافع عن الملك بتاعه. بس هنا في المقابل انت هنا عملت اضعافات على الخانات السوداء، ودي هتسبب لك مشكله كبيره جدا في الدور. اي نعم انت حليت مشكله مؤقته، بس فتحت مشكله كبيره بعد كده. زي ما احنا كده قلنا الدرس اللي فات لو تفتكر، انت كل ما بتزق بيضة بتسيبه مكانه مربع. هنا ملاعب الجي 6 ساب مربعات اللي هو الاتش 6، وفي نفس الكلام الاف 6. فهنا كمل بكل بساطه روك جي 3، الرخ بدأت تخش على الهجوم. هنا الاسود لعب روك سي 8، وهنا الابيض لعب بيشوف الاتش 6 عايز الرخ. ودلوقتي هنا الابيض ابتدى يلعب على المربعات الضعيفه عند الاسود. هنا الاسود كمل بروك 8. هنا الابيض لعب اي 3 عايز الحصان، بكل بساطه رجع بالحصان. تعال نكسر، بس للاسف الناله دي تلعب بلندر، لان الابيض لعب ناله جميله قوي ولعب حصان في بيدق، ضحى بقطعه كامله. هنا اكب البيدق، بكل بساطه بتيجي النقله القويه جدا ان هنا الابيض بيضحي بقطعه كمان في بيدق. نقله جميله قوي. هنا الاسود بكل بساطه بياكل، وتيجي بقى النقله الابيض اللي بيخلص فيها. عايزك توقف الفيديو وتجيب احسن نقله الابيض في الشكل ده. احسن نقله في الشكل ده هو كوين بي 1. دي النقله الوحيده اللي الابيض بيكسب فيها. هتقول لي طب ما انا ممكن برضه العب كوين دي 3 وطالب برضه نفس التهديد. للاسف النقله دي هتبقى بلندر قاتل، لان بكل بساطه الاسود هنا بيلعب نايت في 5 عايز الوزير، وفي نفس الوقت بيدافع عن الكش مات. فانت لو انت اكلت الحصان بتاعه فهو بياخد وزير في وزير، بياخد بالرخ وبعد كده بيهرب بحصانه، وهنا الاسود معاه قطعه كامله وبالتالي بيكسب الدور. ارجع. فهنا كوين دي 3 ما تنفعش. هتقول لي طيب العب كوين سي 2، نفس الفكره برضه بلندر. ليه بلندر؟ لان الاسود بيرد بنفس الرد نايت في الاي 5 حامل كش مات. هتقول لي بس انا المره دي هاكل. اقول لك كلامك سليم، بس هنا بعد ما تاكل هنا الاسود عنده نقله جامده جدا، بيلعب نايت اي 4 عامل بلوك الكش مات. هتقول لي طيب لو انا اكلت حصان في حصان هتخسر وزيرك. ارجع. فالنقله الوحيده اللي هنا الابيض بيكسب فيها هي كوين بي 1 طالب الكش مات. هنا الاسود لعب نايت 5 نفس التهديد، بس المره دي انا باكل الحصان وطالب الحصان التاني. فهنا بيكمل بنايت اي 4 برضه عامل بلوك، بس انا باكل حصان في حصان، مفيش مشاكل عندي.
تلعب كينج في الاتش 7، عايز الفيل، وهنا الابيض بيلعب وبيخلص الدور. عايزك توقف الفيديو وتجيب احسن نال الابيض في الشكل ده. احسن نال الابيض في الشكل ده هو حصان الاف 6 بكش. لازم ياكل هنا بالفيل، فبكل بساطة اخد وزير بكش، كينج اتش 8، كش بالفيل، اكل فيل في فيل، كش مال بالوزير، وهنا الابيض كسب وقدر ان هو يلعب مع البدل المعزول ويدي في النهاية كش مات. دلوقتي انت عرفت ازاي تلعب مع او ضد البدل المعزول، وعرفت ايه الخطط للطرفين. عشان اكون صريح معاك، انت لازم تعيد الدرس ده كذا مرة، وحاول دايما انك تطبق الخطط دي في ماتشاتك حتى لو خسرت. كده كده هتحل الماتش وهتشوف انت غلطت في ايه وهتصلح اخطائك. المهم انك تتعلم صح، وكده كده هتكسب ان شاء الله ومستواك هيتحسن باذن الله. احب اقول لك الف مبروك انك خلصت الكورس، واتمنى انك تراجع عليه من وقت للتاني، لان زي ما قلت لك انت مهما درست مفتاحيات كده كده تخش على الميدل جيم، وكده كده هيقابلك نوع من انواع الوسط اللي احنا اتكلمنا فيهم، سواء الوسط المقفول او الوسط المفتوح او الوسط الثابت او الوسط الديناميك او درس النهارده اللي هو البدء المعزول. دلوقتي انت عرفت كل وسط من دول، عرفت ازاي تتعامل معاه، وعرفت ازاي تطبق الخطط فيه من الطرفين سواء مع او ضد. ولو انت نسيت الخطط ارجع للفيديو تاني مفيش مشكلة، ودايما طبق في ماتشاتك حتى لو خسرت. يعني انت لو خسرت مش مشكلة، هتحلل، هتتعلم من اخطائك، هتلعب تاني. حلل، اتعلم، والعب تاني، حلل، اتعلم، والعب تاني، وهكذا. بشكركم جميعا على دعمكم، بالتوفيق ان شاء الله. وحابب اسمع رايك في التعليقات بعد ما فهمت درس النهارده. انت شايف ان البدء المعزول نقطة قوية ولا نقطة ضعيفة؟ اشوفكم على خير باذن الله.